ومين زيي قبل ما يخزن الملوخية لازم أطبخ منها طبخة. أيوة، بروح للفلاح آخد منه كيلو أطبخه الأول، إنها مسكرة أخزن من عنده، مش مسكرة ماخدهاش خالص. النهاردة هنخزن مع بعض طريقة سهلة زي المصانع بالظبط، حلوة قوي وكتيرة في السوق. أنا جبت 3 حزم ب10 جنيه، يلا بقى هاتيها تعالي خزنيها زي. وطبعا أنا قرطفت كل كمية عشان مطولش آكل فيه، بس عايزة أوريكم ازاي تقطفوها بطريقة صح. ناخد الورقة بتاعتنا ومعاها نُص العرق، عشان لمّا آجي أطبخها أحس كده إن أنا باكلها فيها عرق. بُصّوا كده، أنا عايزاها بالشكل ده، هاغسلها وهارجع أوريها لكم. بعد ما غسلتها مرة و2 و3، طبعًا ده أكل ولادنا، لازم نغسلها بطريقة حلوة عشان ساعات بيبقى فيها رملة، ساعات بيبقى فيها طينة، اغسليها أكتر من مرة. وبعد ما غسلتها وهيهوِّتها شوية، هنبدأ مع بعض نفرمها في الكَبّة. هتفرميها، هتعمليها بالمخرطة بالطريقة اللي أنتِ عايزاها. بس أنا باعملها بالكبة بتبقى أسرع، صدقوني ما بتاخدش معايا 10 دقايق. هاحط في الكبة بتاعتي كمية الملوخية بتاعتي كده، طبعًا أنا مصفياها مش مصفياها أوي المَيّة، فردتها على فوطة بيضا كده عشان ما يبقاش فيها مَيّة كتير، وكده كده أنا هادّيها شوية مَيّة. المَيّة هنا تكون معايا متلجة جدًا، هادّيها حوالي ربع كوباية كده وأبدأ أدّيها فرمتين. شايفين؟ طبعًا مش هافرُم فيها جامد لمّا تكون معايا عصير، لأ، هابدأ أفرُم فيها لحد ما تكون معايا كده إيه، خشنة شوية، فيها عرق، تمام؟ طبعًا في ناس بيحبوها بالمخرطة برضه شغالة، وبكده هي حلوة جدًا. بُصّوا بقى، مش ناعمة أوي ولا خشنة أوي، عايزة بس أوريها لكم قريب. بُصّوا، جميلة جدًا، أنا عايزاها بالشكل ده. أخلّص كل الكمية وأرجع نكمّل تخزينها. بعد ما خلّصت الكمية بتاعتي كلها، بُصّوا بقى جميلة إزاي وخضرا إزاي. ما حطيتش عليها أي حاجة غير كوباية مَيّة ساقعة متلجة، طبعًا حسب الكمية، ولا كربونات ولا مرقة ولا أي حاجة خالص. شايفين؟ بصوا على الطبق الأبيض خضرا إزاي وتقيلة إزاي. أنا عايزاها بقى بالشكل ده. شايفين؟ هابدأ إن أنا أحطها في أكياس وأخزنها بطريقة سهلة ما فيهاش أي افتكاسات. أكياس تلاجة، في علب، مكعبات، اللي أنتِ عايزاه. هاقول لكم أنا باعمل فيها إيه. باجيب أكياس عادية جدًا وأبدأ أحط على قد طبختي. أحلى ما فيها أنا مش حاطة فيها أي مادة حافظة ولا كربونات، زي المصانع بالضبط، هي ما إلا ملوخية ومَيّة متلجة جدًا، وخلّي إيدِك ميزان في المَيّة، تمام. بُصّوا كده، آدي الملوخية بتاعتي. بُصّوا، طلّع أي هوا، وطبعًا هي كمية الملوخية اللي أنتِ عايزاها. كترتيها دي ممكن بعد ما تجمد معاكِ تقسمي الكيس ده على 4 قطع، عادي ما فيش أي مشكلة. أنا عاملة كيس كبير، ولمّا يجمد معايا باقسّمه نصين حسب طبختي، وأفضل كده أفرد فيها لحد طالع منها أي هوا. طول ما فيهاش هوا تفضل عندي جميلة محتفظة بيها، وما جرالهاش أي حاجة وتفضل خضرا طول السنة. وأبدأ أتني الكيس بالشكل ده، لو عندي بلاستر أقفل حرف الكيس. بصوا كده، ادي الملوخية بتاعتي خضرا وجميلة جدا. هعمل الكمية كلها وأوريها لكم. ادي كل الكمية بتاعتي. بصوا بقى، باحبها جدًا، جدًا في الصيام، باحبها جدًا، جدًا في الشتا. ولو الكيس معايا كبير مهما يجمد باقسمه نصين، آخد الكمية اللي أنا عايزاها والكمية الباقية أحطها في التلاجة تاني زي ما هي. وكمان عايزة أقول لِك على معلومة، إحنا مش بنطلّع الملوخية ونفكها، لأ، تطلع من الفريزر على المرقة، والأفضل كمان تكون مرقة قليلة بتغلي على البوتاجاز، وأنزل عليها بقالب الملوخية وهو مجمد. ولو عايزة أخففها أخففها بمرقة، وتشربوا بألف هنا. يا بقى الحقوا خزنوها كتيرة في السوق، مسكرة وحلوة خالص. أتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عجبكم لايك وكومنت تشجيعي، ولو مش متابعيني تابعوني. ألف هنا على قلوبكم، مع تحياتي ميري أنور.